السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. في سؤال بيجيلي كتير جدا بيتكرر عندي على الواتساب او على لينكد ان او حتى على الفيسبوك، وهو يخص اتعلم ايه عشان اكون محلل بيانات. انا دايما بشرح الجزئيه دي بان انا بوصفها دايما بان السوق ده عباره عن تورته كبيره، والتورته دي او بيتزا، والبيتزا دي متقسمه سلايسز شرايح. وكل ما انت اتعلمت حاجه، يعني اتعلمت حاجه واتقنتها، كانك بالظبط خدت سلايز من السوق ده، فكانت فرصتك اكبر. فخلينا نشوف اصلا السلايسز دي متقسمه لايه. متقسمه اساسيات الاستاتستكس والاحصاء، بعد كده الرياضيات، في موجود الاكسل وده شيء اساسي، او على الاقل تبقى انت فاهم ازاي تعمل يعني بريبير للداتا جوه الاكسل، بحيث لما تيجي تستدعيها جوه الباور بي اي تبقى فاهم كويس جدا انت هتتعامل معاها ازاي. بعد كده الباور بي اي او تابلو، وانا برشح بصراحه الباور بي اي اكتر بكتير جدا من تابلو لاسباب كتير، وخصوصا في السوق المصري. بعد كده عندنا سيكوال وبايثون. ولو هتكمل بعد كده وتتعلم تكون داتا اناليست، داتا ساينتست، فانت محتاج انك تتعلم بايثون كويس عشان تكمل بعد كده ماشين ليرنينج وارتفيشال انتليجنس. تمام. كل ما انت اتعلمت جزء من او اتعلمت حاجه من اللي انا قلتها دي، كانك بالظبط خدت سلايز من السوق. عايز تاكل السوق كله وتبقى انت فرصتك اكبر من اي حد موجود في السوق، تعلم كل ده. بس هل ده لا يمنع ان انت لو اتعلمت مثلا اكسل مع باور بي اي او تابلو، ده ملكش سوق او ملكش حصه في السوق؟ لا، ليك حصه في السوق، بس ممكن تكون اقل شويه من مثلا اللي متعلم اكسل وسيكوال وبايثون، او متعلم باور بي اي واكسل و... وسيكوال. او كل ما اخدت من الحاجات اللي انا شرحتها دي اكتر، كل ما كان ليك فرصة اكتر في السوق يعني. بس فدي كل الامور ببساطة. 90% من الشغل اللي انا اشتغلته كان عبارة عن باور بي اي واكسل. فليه سوق، ليه سوق وموجود، وفي شركات بتطلب باور بي اي انجينيرنج او باور بي اي سبيشاليست، موجود. فيعني ما تقدروش نفسكم وتعلموا حاجة، حاولوا تطبقوا عليها. كل ما تتعلم اكتر كل ما كانت فرصتك اكتر، بس اتعلم الاول وطبق واحدة واحدة، وما تحاولش ان انت تاخد 10% من كل حاجة من اللي انا اتكلمت عليهم. حاول لو انت اتقنت واحدة بس احسن 100 مرة من ان انت يعني تتعلم اجزاء صغيرة او نسب صغيرة من كل حاجة، يعني ما استفدتش حاجة. اتعلم حاجة فيها كل حاجة احسن ما تاخد حاجة من كل حاجة. تمام. سلام.